حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده جبت لكم سر تخليل الزيتون بطريقه سهله وناجحه 100% من غير مراره، ويفضل مقرمش معاكي طول السنه. يلا النهارده جبت لكم كل اسرار الزيتون، هتتفرجوا عليه وتقولوا ايه رايكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وبصحه وبعافيه جيده. اهلا بيكم معايا في قناتي، قناه وصفه وطبخه مع لولو. يلا النهارده هنعمل مع بعض تخليل الزيتون. هنعمله على طريقتين، طريقة هتقعد لرمضان، وطريقة هنعملها ناكلها على طول. يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا أقول لكم هنخلل الزيتون الجميل ده ازاي. طبعا أنا جبت هنا 2 كيلو، جايب 4 كيلو. 2 كيلو هعملهم وهشيلهم لرمضان، وال2 كيلو التانيين هنعملهم وناكلهم بعد شهر. هنا بقى انا عامله اللي انا هنعمله لرمضان، مش هشقه ولا حاجه، هنعمله كده سليم. لكن اللي احنا هنعمله وناكله بعد شهر دوت اللي احنا هنشقه زي ما انا بوريه لكم كده. انا طبعا كنت عامله كله ووريتك انا هشقه ازاي. باجي من فوق كده بشق اربع يعني بشقها كده اربعه زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنعمله بطريقه سهله جدا، ومش محتاجه ان هي يعني ان احنا نقول عليه صعب ولا حاجه، ومش هنعرف نعمله في البيت. بالعكس هنعمله وهيطلع احلى ما بتجيبيه من بره بمليون مره. طبعا معايا هنا ليمون مقطعاه كده، مقطعاه 4 تربع. ومعايا هنا دي كرفس، ومعايا كوبايتين من الليمون. هنحط لكل 2 كيلو كوبايه ليمون. ومعايا هريسه شطه، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا جزر مبشور. كل ده ان شاء الله هنضيفه على الزيتون. ومعايا هنا كمان ومعايا كمان الليمون اللي انا عصراه هنحطه على وش الزيتون كده. معايا كمان حبه البركه، ومعايا العصفر، ده كله هنضيفه على الزيتون. طبعا اهو هنبتدي بقى. اول حاجه هنحط جزء هنا وجزء هنا من كل حاجه. هنحط للزيتون ده وللزيتون ده. حطينا كميه الليمون اللي احنا مقطعينه 4 تربع دوت، حاطينه حطينا جزء هنا وجزء هنا. وهنا برضو الكرفس نفس الحكايه. كل حاجه هنظبط الاتنين، وبعد كده هنعبيهم على طول في البطرمان زي ما انتم شايفين. هحط كمان الفلفل الاخضر برضو بيبقى مع الزيتون جميل قوي، وبيديله طعم جميل، وبيستوي كده معاه وبيبقى تحفه. حطينا برضو الزيتون، يبقى احنا حطينا الزيتون، وحطينا الفلفل، وحطينا الليمون، وحطينا الكرفس، وادي كمان هنحط الجزر المبشور. برضو هنحط كمية هنا وكمية هنا، والباقي هنخليه برضو هقول لكم هنعمل بيه ايه. وهنحط كمان معلقة كده كبيرة من حبة البركة. وهنا برضو نفس الحكاية، هنوزع على الاتنين. وهنحط معلقتين كبار كده من العصفر، بيديله طعم جميل قوي. تمام. حطينا برضو هنا معلقتين وهنا معلقتين كبار، نفس اللي حطيناه هنا. هنحط كمان معلقتين كبار من هريسة الشطة. دي هريسة الشطة دي انا فرماها بالثوم، حاطه فيها فصين من الثوم. مش هنكتر لان دي هريسة فلفل احمر بس، يعني مش ضايفه عليها اي حاجه. ما كتريش عشان ما يبقاش حراق قوي. وحطينا كمان معلقتين كده من السكر على الزيتون، برضو بيدي قرمشه وتعتبر ماده حافظه معانا للزيتون. تمام. يبقى احنا كده ماشيين كده الخطوات مظبوط مع بعض. وحطينا كل المقادير اللي احنا قلنا عليها. نقلب بقى. طبعا بقى لقيت المعلقه مش نافعه، وقلت بقى هقلب بايديا احسن. طبعا لابسه جلافز عشان خاطر هريسه الشطه بتبقى حاميه قوي. الفلفل عشان خاطر ايديكي طبعا، وربنا يحميكم ويحفظكم يا رب. قلبنا بقى، قلبي كويس. حطينا بقى هنا كوبايه الليمون، وهنا برضو هنحط كوبايه ليمون. انا جايبه كيلو ونص من الليمون، خدت النص كيلو قطعته اللي هو الرباع، والكيلو عصرته وحطيت كوبايه للزيتون ده وكوبايه للزيتون ده. تمام. يا رب تكون الوصفه واضحه كده قدامكم، ويعجبكم ان شاء الله وينور رضاكم باذن الله. تعملوه سهل جدا والله، ما محتاج اي حاجه، مش هتقولي عليه صعب ولا اي حاجه. ادي كل حاجه جبتيها، وجبت الزيتون وغسلتيه غسله كويسه، وقطعناه قدامكم وريتكم هيتعمل ازاي. وكل حاجه سهله جدا، ما فيهاش اي تعقيد ان احنا نقول لا زيتون صعب. لا لا لا، مفيش اي حاجه صعبه ان شاء الله. جربي مره واثنين وثلاثه لحد ما هتلاقي نفسك استاذه في الزيتون. واي مخلل طبعا ان شاء الله هنعمل سلسله مخللات جميله جدا لرمضان باذن الله. اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. هنعبي بقى كده في البطرمانات. حطينا بقى طبعا في البطرمان من تحت كده حطينا الجزر المبشور.
طبعا الميه بقى والحاجات والليمون مش الميه قصدي، الليمون اللي احنا حطيناه، وكل ده هينزل كل برطمان هنحط فيه الزيتون بكل ما فيه. ما تضيفيش حاجه وتقولي اضيف الميه عليها، لا، المقادير كلها اللي احنا عملناها في البوله لازم تتحط كلها في قلب البرطمان. جبنا الميه، انا الميه دي طبعا غليها من بدري وسبتها لحد ما بردت، لان لازم تغلي الميه وتسيبيها تبرد. هنا بقى حطينا كوبايه من الخل، وحطينا برضو في البرطمان التاني كوبايه من الخل. مش هحط الخل والحاجات دي لازم تتحط مع الزيتون، ما تحطيش في الميه، ممكن ما تستخدميش الميه كلها، يبقى انت ايه ما استفدتيش بالليمون او بالخل او بالمقادير اللي احنا بنحطها. فالمقادير بتاعتك دي حطيها مع الزيتون. هنا بقى انا حطيت نص معلقه كده من الكركم عشان تدي الزيتون لون حلو كده معانا. هنا في دول 3 لتر من الميه، هنحط لكل لتر ميه 5 معالق، هو المفروض 4 معالق بس احنا بنزود المعلقه اللي هي تظبط معانا الزيتون. يبقى هنحط لكل لتر من الميه هنحط 5 معالق من الملح. كده انا بقول لكم ان انا حطيت، طبعا احنا هنحط 3 لتر ميه يعني 15 معلقه ملح. طبعا انا بقول لكم ان انا حطيت 8 وهحط ايه باقي 7. حطينا كده 15 معلقه من الملح. يبقى لكل لتر من الميه بيتحط له 5 معالق ملح. كده يطلع معاكي الزيتون او اي مخللات تطلع معاكي مظبوطه تمام. هنحط بقى الميه، طبعا مش هنملى ميه قوي عشان خاطر لسه هنحط الليمون، القشر الليمون، وهنحط شويه زيت على الوش. هنضيف بقى الميه كلها كده زي ما انتم شايفين، ولازم ترجي البرطمان. بصي اهو لازم ترجي البرطمان. شوفي انا البرطمان ده انا قلت خلاص اتملى على الاخر، بس لازم ترجيه كده. هتبصي تلاقي الميه بصي نزلت خالص لتحت، عشان الميه كلها تبقى جوه الزيتون. طبعا احنا حاطين الزيتون في البرطمان وضاغطين عليه، فلازم تحطي الميه مظبوطه، ترجي البرطمان كده معاكي عشان الميه تبقى مظبوطه معاكي في قلب البرطمان. تمام اهو. وادي كده خلاص حطينا الميه وظبطنا الميه. هنحط بقى قشر الليمون اللي احنا عصرناه، هنحطه برده هيستوي وهيبقى طعمه جميل قوي برده مع الزيتون. عشان احنا بنحط ده قشر الليمون عشان ما يبقاش فيه اي ريمه ولا اي حاجه، ان شاء الله عافاكم الله من اي حاجه، اللي يطلع معاكي الزيتون مظبوط وزي الفل. خلاص كده هحط بقى، وهحط شويه زيت على الوش وكده خلاص زي ما انتم شايفين. بصوا بقى ادي مفيش اي حاجه، عملنا زيتون وهيطلع معاكي ممتاز. وحطينا اهو الزيت، وحطينا برضو الزيت هنا، وهريسه الشطه خلي بالكم برضو فيها زيت اهو. وهنجيب بقى كيس تلاجة هنفتحه هنغطي بقى وش البرطمان، وهنغطي على طول نقفل بالغطا. تمام كده. وادي الزيتون خلص معانا. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد على قناتي وصفه وطبخه مع لولو. وهنقطع بقى الكيس كده عشان يبقى متساوي كده معانا. بصوا بقى ادي بقى الجمال، وعملنا احلى زيتون تحفه تحفه، يقعد معاكي سنه كامله، يطلع معاكي بالقرمشه والطعم الجميل ولا يتهري منك ولا اي حاجه. طبعا عملنا بقى البرطمان، عملنا برطمان دوت عاملينه رمضان. طبعا هنشيله ونحطه في كيس وهنكلفته وهنشيله ده كده خلاص لشهر رمضان. اما دوت احنا عاملينه بعد بالظبط شهر او 40 يوم يطلع معاكي الزيتون ممتاز، هتاكليه ويبقى زي الفل. اشوفكم على خير، مع السلامه.